اروش عربيه كهرباء صغيره، احلى سعر العربيه كهرباء شبابيه، وكمان بمساحات داخليه كويسه جدا وتصميم مفيش احلى من كده. BYD سيجال هتشتريها بعد الفيديو. BYD سيجال بتيجي بموتور كهرباء امامي 55 كيلو وات، بيطلع 74 حصان و135 نيوتن متر مع دفع امامي للعجلات. والموتور الكهرباء بيكون امامي هنا ومكانه تحت الكبوت، وعلى الرفرف هنا مدخل الشحن البطيء والسريع بمدى بيمشيك 405 كيلو متر في الشحنه. سقف فلوتنج مفصول عن العربيه ومكمل على السبويلر بشكل رياضي جدا. لايت بار عالي على ظهر العربيه مع فوانيس LED بتصميم رفيع ورسومات صغيره، وهنا نقل الحركه R و N و D، وزرار الباركنج هنا بيكون في الجنب. شنطه العربيه مش كهرباء ومساحتها 300 لتر، ممكن تقني الكنبه عشان تبقى 900 لتر. الكنبه الخلفيه هنا مساحتها كويسه جدا لفردين، رجل ورا الكراسي كويسه ورجل تحت الكراسي كمان كويسه. دريكسيون العربيه خامته من الجلد وفيه جلوس بلاك، ومن تحت دي قط. على الشمال التحكم في مثبت السرعه ومثبت السرعه التفاعلي، والزرار اللي بيخلي الشاشه تروتيت من النص. طابلوه من فوق عليه تصميم دايموند شيب، وتحتيه فتحات التهويه بيكون عليها كلمه BYD ديزاين. العربيه هنا بتيجي ببطاريه بليد باتري 38.8 كيلو وات ساعه، بتمشي العربيه رينج 405 كيلو متر في الشحنه الواحده، بس ده حسب الاختبارات الصينيه CLTC اللي هي بتكون اختبارات خفيفه في الاستخدام، انما في الطبيعي مع الاستخدام العادي هتلاقي العربيه بتمشي رينج اقل من كده بشويه. اضاءه نهاريه LED وواطي وعالي LED بتصميم جميل. جنوط رياضيه مقاس 16 2 تونز مع كاوتش 175 على 55 مع ديسكات فرامل خلفيه، والسبويلر فيه نور الستوب، والاكسدام الخلفي من تحت في النص فيه نور الفوج الخلفي. الكنبه الخلفيه خاماتها من الجلد وتصميمها شيك جدا، وفيهم لونين اسود وازرق. شاشه وسطيه بمقاس 10.1 انش وبتروتيت بالطول وبالعرض. فيها التحكم في التكييف على اتجاه الهواء بالشكل ده، ودرجه الحراره على اليمين وعلى الشمال، وكمان فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو مع مساحه واحده للازاز كله. مرايات جانبيه فيها NFC علشان تفتح بالكارت. العربيه طولها 3 متر 78 وقاعده عجلاتها 2 متر ونص مع ارتفاع عن الارض 13 سم. تصميم الاكسدام الخلفي رياضي وروش جدا، وتحت اللايت بار لوجو بيلد يور دريمز. وزن العربيه هنا 1240 كيلو، بتتسارع من 0 ل 100 في 13 ثانيه، بس هنعمل تجربه تسارع ونشوفها بتوصل من 0 ل 100 في قد ايه. الاكسدام الامامي تصميمه رياضي جدا، وعلامه BYD في نص العربيه، وكمان ورا في ظهر الكرسي هنا التصميم بتاعه شيك جدا، وفي مكان بوكيتس للتخزين ومكان لتعليق اي حاجه، وتحت هنا في مكان تخزين اضافي. والدريكسيون هنا بيتحرك في 4 اتجاهات، جوه وبره وتحت وفوق، وعلى اليمين هنا التحكم في المالتي ميديا وفي العدادات. شاشه عدادات بمقاس 5 انش فيها كل المعلومات اللي انت محتاجها، وفيها مدى الشحن على اليمين. فيها درايف مودز بتظهر في النص، ايكو او سبورت او نورمال. نظام التعليق في العربيه هنا امامي منفصل ماكفيرسون وخلفي متصل تورشن بيم، بس التعامل مع العربيه هنا في المطبات بيكون سهل قوي. العربيه موزونه مش ناشفه ولا طريه، وهتحس بالسهوله بتاعتها في التعامل مع المطبات. والعربيه من الجنب عليها فبر على العجل وعلى البيبان مخلي شكلها من الجنب رياضي جدا. خامات الابواب هنا مش جلد بس بخامات طريه، ومقبض العربيه بنفس اللون، ومساحه التخزين هنا تشيل ازازه كبيره. وهنا فتحات التكييف الاماميه وراها شاحن وايرلس واثنين كاب هولدر ومسند وسطي. وتحت الكونسول هنا في مكان تخزين فيه USB وتايب سي ومخرج 12 فولت. والطابلوه من النص هنا بنفس لون الفرش وخامته زي السفنج طريه. العربيه BYD السيجال او اي عربيه كهرباء او بنزين هتلاقيها موجوده عند جي اوتو على وصل الدهشور في الشيخ زايد. لو عايزين تستفسروا عن سعرها ابعتوا لهم على رسائل الصفحه ويردوا عليكم على طول. مقابض مسطحه مع جسم العربيه وفيها كيليس انتري. هنا مكان الدرايف مودز، وهنا لو انت في ثلج، وده الاوتو هولد والانتظار والتحكم في التكييف والتحكم في المالتي ميديا والصوت. الكراسي الاماميه تصميمها رياضي جدا وخامتها من الجلد ولونها اسود فازرق. وكرسي اللي سايق هنا بيكون كهرباء، والكرسيين اللي قدام بيكون فيهم تسخين. سقف العربيه بنفس لون الفرش، والشماسات بيكون فيها مرايات واضاءه LED، والاضاءه الوسطيه هنا بتكون تاتش على الجنبين. ودرج التابلوه هنا مساحته كويسه جدا. انا ماجد جاد وبحاول افرجك على العربيات بطريقه سهله. لو عايز تشوفني مره ثانيه يا ريت تعمل لي فولو. سلام.